السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. صلوا على رسول الله. النهاردة هنبدأ نعمل كفتة الرز او كفتة داوود باشا حسب ما بتقولوها في المكان اللي انتوا فيه. هي سهلة جدا، بس هي بتحتاج كبة او بتحتاج مفرمة. ممكن في ناس بتفرمها عند الجزار اصلا، وفي ناس بتعملها في الكبة في البيت. فالنهاردة هنعملها من غير كبة عشان تبقى أبسط طريقة لطريقة عمل كفتة الرز من غير كبة ومن غير أي حاجة، يعني معونات خارجية. هو احنا بس في البيت بالخلاط بتاعنا هنعملها. تمام. أول حاجة احنا طحنا الرز في مطحنة الخلاط العادية اللي هي مطحنة التوابل. طحنا، أنا هعمل نص كيلو لحمة مفرومة، فطحنت ربع كيلو رز وطحنته جامد جدا. وبعدين جبت في الخلاط، حطيت البصل والثوم والشبت والكزبرة مع بعض. بس انا ضربت الاول البصل الاول زي ما انتم شايفين كده. حطيته ضربة الاول، وبعدين حطيت عليه طبعا حطيت الثوم والبصل، وضربت عليهم بعد كده الخضار اللي هو الشبت والبقدونس. تمام. حطيت نقطة مية عشان الخلاط يرضى يلف. طبعا انتوا عارفين الخلاط بيبقى محتاج بق مية، فاحنا هنحطه في الخلاط وبعد كده هننزلها. لو لقينا فيها يعني مية زيادة هنعصرها بإيدينا كده يعني. بعدين ضربناها. طبعا البصل بيبقى فيه مية والخضار بيبقى فيه مية أصلا، فهتلاقي بقى فيها شوية مية. ممكن تعصريها كده بإيدك أو تحطيها في الغربال اللي هو الناعم ده. هتصفي المية اللي فيها. وبعدين هنحطها على اللحمة. طبعا حطينا البهارات بقى، الملح والفلفل والكمون، الحاجات اللي احنا عايزين نحطها كلها حطيناها. 7 بهارات. عايزة تحطيها او لا براحتك يعني، حسب البهارات اللي انت بتحبيها. فاحنا حطيناها واحنا بنضرب الخضار كده. وبعد كده بقى هنعجنهم مع بعض. بحط الرز، طبعا دي الرز اللي احنا عملناه ده هنحطه معاهم. متعجنيش فيها كتير. اول ما تلاقي كله اندمج مع بعضه خلاص، ما تزوديش عجن عشان ما ايه، اللحمه ما تبقش ميتها والخضار يبق ميته وتبقى هتزود معاكي، هيبقى فيها ميه زياده. فانت اول ما تلاقيهم كلهم اختلطوا تمام، هنحط بقى الخضار، سوري، التوابل بتاعتنا بتاعت اللحمه، عشان احنا ما تبلناش اللحمه، احنا تبلنا الخضار ده بس. بص بقى كده عجناها لغاية لما كله اختفى. وخلاص هنصبعها بقى. يعني بتتصبع بسهولة. لو لقيتيها برضو بتعجن في ايديكي شوية، ممكن تدهني ايديكي شوية زيت. بتبقى سهلة قوي. مش صعبة يعني. وده نص كيلو. بصوا هيعمل كمية صوابع قد ايه، يعني كمية كبيرة. يعني نص كيلو، يعني انت لو عملتي كيلو هيبقى هتعملي بيه عزومة اصلا. بصي ده كمية صوابع قد ايه، ده نص كيلو. هنا بقى هنحط الزيت على النار. يا ريت يعني يبقى الزيت غويط شويه. واحنا بنحط الزيت على النار بنحط البصل على النار التانية، بحيث ان احنا نعمل الصلصه بتاعه الكفته. الاول بنجرب في واحده الاول، نعملها في الزيت كده نشوفها هتفك مننا ولا لا. طبعا انا جربت في واحده وما فكتش، فبكمل سواها مع دول. فالحمد لله. قليناهم بقى، نقليهم بقى في زيت يكون غزير بالنسبه لهم، يعني ايه، يكون مغطيهم شويه ويكون سخن. فانت بتسخنيه وبعدين بتوطي النار شويه عليه عشان ما يتلسعش منك او ما بتستويش مثلا. فانت ايه، تسخني الزيت وتوطي النار شويه عقبال يعني ما ايه، ما تستوي معاكي. هنا حطينا الثوم والبصل على النار، وحطينا الصلصه بتاعتنا. طبعا الكفتة دي في الناس كلها معجبين بيها وبيحبوها اصلا، بيلقطوها قبل ما تحط في الصلصة او الدمعة بتاعتها. فيعني دي حاجة بالنسبة للناس جميلة جدا. الناس والاطفال بيحبوها جدا، بيحبوا يلقطوها. بتخلص اصلا قبل ما تتحط في الصلصة.
فاحنا كده حمرناها كويس. هنطلعها بقى. طبعا بعد ما بتطلع بنسيبها في الطبق لغاية لما نخلص قلي خالص. دي اول طاسة. وهنا بقى بنسبك الطماطم كويس. بعد ما بتتسبك كويس وخلاص بتبك زيتها، بنحط لها ملح عشان ايه؟ تبك الإدام اللي فيها. ملح وفلفل، ولو عايزة تحطي شطة حطي، بس انا مبحبش احط الشطة. يعني حسب ما انتي بتحبي التوابل، برضو التوابل ديت بتبقى أذواق. هنا ده الكمية اللي طلعت من الطاستين اللي فاتوا، ولسه في طاسة اهي. هنا بقى الطماطم خلاص اتسبكت، هنحط لها كوبايتين مية علشان تبقى قوامها مظبوط يعني، عشان تتظبط معانا، ونسيبها برضو تغلي. كده حطينا لها كوبايتين المية. سيبها بقى تغلي بقى وتبكبك معانا تاني. عشان ايه بقى؟ خلاص كده هي قليت الكفتة كلها دي، كده الكمية كلها نص كيلو. عمل سرفيس كبير، شايفين قد ايه اخد البوتاجاز كله قد ايه. والكفتة جميلة. بس بصراحة لما عملتها طعمها تحفة تحفة تحفة. يعني مش فارقة خالص عن اللي بالكبة او باللي بره. مفيش فرق بينهم. فعملتها كده، وهحطها بقى في الصلصة علشان تبقى خلصت معانا. كده انا رميتها في الصلصة اهو. تسيبها برضو تتشرب من الصلصة بتاعتها شوية، ويعني تستوي معاها برضو. وهي خلصت كده تمام. يا ريت اللي وصل لهنا يصلي على رسول الله ويذكر الله. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي.